مديح أنا أول كلامي يقال في توزيع برامون عيد الميلاد المجيد. جفس ماروت جفيوت مبشيرين ببنا وما إس أواب تترياس جي كبول تنوش تموس تنتي أوناس فوف بابي أوشاني إنك أنا أول كلامي أصيح السلام لفاخر الأنام وبدر التمام. أنا ألقي اهتمامي بطول الدوام على البكر مريم وبها استجير وأبيح وتكلم بما في الضمير. بماذا أتكلم وبماذا أقول أكل ولا أعلم بسر البتول. حبال مرتي مريم يفوق العقول وشرحه عجيبا علينا عسير. ومن كان لبيبا نطق باليسير تنبأ عليها النبي حزقيال وأهدى إليها سلام وقال يأتي إليها يسوع ذو الجلال وهو ربها العزيز القدير الذي قد أحبها من قبل أن تصير. جميع الغرائب وكل الفنون عقول اللبايب بها لم يدركون. يا أهل العجائب لا تتعجبون وما هو العجب أن ربا قدير في البطن انتجب مثل طفل صغير. حينئذ لما صلب وانتهر مات بالإرادة وقام بالسحار. فمن أجل هذا يا بني البشر تعالوا ورفعوا من عمق بير جهنم فرجعوا إلى فردوس منير. خلاص البرية ظهر من قبل بتول مصطفية التي هي جبال صهيون النقية وسر الحبال على فكر قلبي وفاق الضمير وليس عند ربي أمر عسير. دعيت صديقا وموسى الكليم نطق في العتيق بأمر عظيم وقال بالحقيقة أن الله يقيم إليه
فيكم نبيا كمثل نذير خلقكم بديا وإليه المسير. رآك عوسج أخضر وفيه نار تقيد فصار في تحير وعجب شديد. وجاء البعض فسر ما هو عتيد وقال أن هذا لمريم شهير وأكرز ونادى يوحنا البشير. زماني جميعه وأنا في المديح ولم أستطيع ولكني أبيح بسر جميعه لأم المسيح وكون المبشر بها والنذير مهما تيسر قليل من كثير. سليمان أجابك يقول في النشيد أختي مرحبا بك وأنا لك أريد روائح ثيابك كعنبر يقيد. حقا قد تكلم يوحنا البشير على البكر مريم كلاما كثير. شاهد وقال أمس رأيت امرأة باهية بلباس باهي في ضياء مشتملة بشمس وقمر حداد 12 نجم عليها تنير وحبلت ووضعت غلاما صغير. صحيح إن هذا الكلام المقول أما القمر فهو يوحنا البتول 12 نجم هما 12 رسول الشمس المحيطة هو الابن الصغير بقدرة بسيطة وربا قدير.